تعالَ نلبّس الراجل ده نضارة. أنا بارسم الشخص زي ما هو، لمّا باضيف له حاجة ما بالخبطش في الملامح بتاعته حاجة، علشان بس الناس اللي بترسم وبتيجي ترسم عليها مثلًا نضارة أو طاقية أو الكلام ده، فبيفتكر إن هو اللي بيغيّر في حاجات في الملامح، لأ الملامح بتبقى ثابتة، الأساسيات اللي اتكلمنا فيها دي بتبقى ثابتة. يعني مثلًا لو هالبّس الراجل ده نضارة، النضارة بمنتهى البساطة عبارة عن عدسة قدّام العين دي، وعدسة قدّام العين دي، وموصول بينهم إيه، عارف أنت المخدة أو القوس اللي بيبقى متثبت على عضمة المناخير. لكن في الأول أنا بارسم الشخصية بتاعتي عادي جدًا، هاضيف بس النضارة مش هاغيّر في الملامح أي حاجة. آدي العدسة اللي هي ناحية العين دي، وآدي العدسة التانية. أجتهد إن هم يكونوا قد بعض، يعني أحاول بقدر الإمكان يكونوا قد بعض، إلا بقى لو الفكرة بتاعتك تتطلب إن يبقى في عدسة أكبر من عدسة أو الكلام ده كله. في بقى عندي القوس اللي هو بنسميه المخدات اللي هي بتبقى ثابتة على عظمة المناخير اللي في النُص، دي بمنتهى البساطة. تعالَ بقى عند الدراع اللي هو رايح على الودان، هتلاقيه رايح بشكل إيه، خط مستقيم من العين للودان على طول، وده دليل على إننا كنا اتكلمنا قبل كده إن الودان بتبقى في نفس محاذاة العينين بنفس الخط المستقيم. طيب أنا هاسيبها كده، لأ ممكن بقى ندّيها إيه، حتّة تأثير إزاز كده حاجة بسيطة، تقِّل اللون وانزل على ما فيش، يعني خِف إيدك كل إيه، كل ما إيدك بتنزل، يدّيها بس تأثير إيه، إن في يعني إزاز أو في حاجة فوق العين. عاوز تضيف له أي حاجة تانية، عاوز تضيف له شنب، عاوز تضيف له دقن، أي حاجة، تعالَ نضيف الشنب والدقن. كل حاجة باضيفها بتتضاف على الصورة الأصلية أو الأساسيات اللي أنا رسمتها في الأول. عاوز تلبّسه طاقية، بتلبّسه طاقية على نفس إيه، على نفس الراس اللي أنت راسمها، لكن طبعًا الشعر هيبقى بقى هينزل لتحت لإن الطاقية إيه، يعني إيه، هتنزل على الشعر كده بيستجيب، الشعر بيستجيب، لكن الملامح الأساسية أو الجمجمة أو الهيكل العظمي ما بيستجيبش لأي حاجة بتتضاف. يعني مثلًا لو لبّسناه طاقية مثلًا، هتبقى الأساسي بتاعنا عند حدود الراس اللي هي العضمة أو الراس نفسها أو الجمجمة يعني. كده لبسنا طاقية والشعر بقى إيه اتلم تحتها كده، بس بقى حاجة تانية خالص.